بتحس ان القلق بيخنقك وما بيخلكش تعرف تعيش؟ استنى، في راجل كان غرقان في همومه وواصل للحضيض لحد ما اكتشف سر غير حياته كلها. خليك معايا للآخر عشان تعرف ايه هو السر. اهلا بيكم في نقطة تحول. النهاردة هنحكي قصة من قصص كتاب How to Stop Worrying and Start Living لديل كارنيجي، وهو عبارة عن مجموعة قصص بتعالج معانا قصة القلق وبيدينا كام تيبس في الاخر. النهاردة هنبتدي باول قصة الراجل الغرقان في همومه ومشاكله المتلتلة اللي قرر انه ينهي حياته، وقبل ما ينهي حياته قرر كده انه يلجأ لمختص ويروح لمختص ويعرض عليه مشاكله يمكن يساعده. المختص عرض عليه ايه رأيك قبل ما تعمل اللي انت بتفكر فيه ما تجرب انك تعمل انجاز، اهو يبقى اسمك عملت انجاز قبل ما تموت. فضل الراجل يفكر 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 ايه الانجاز اللي ممكن يعمله قبل ما يموت، فقال انا ممكن الف حوالين المدينة وابقى اكتر واحد اتمشى. ولما لف حوالين المدينة شاف ناس بتعيش مشاكل صحية ومادية ومشاكل مرضية اكتر منه. رجع اخر اليوم الراجل ده ولأول مرة قال انا نمت نوم عميق، نوم طعمه لذيذ جدا. وصحي من النوم راح للمعالج بتاعه وحب يشاركه وقال له انا غيرت رأيي خلاص، انا بعد ما نمت كويس جدا وبعد ما شفت مشاكل الناس الكتيرة وقدمت لهم مساعدة اكتشفت اهمية حياتي، واكتشفت ان اللي انا كنت فيه ده كان نتيجة سلوك لحياتي. بمعنى ان هو كان الاول بيقدر يتحرك وبيروح وبيجي بيعمل مجهود بدني، ولكن لما حصل ومجهوده البدني ده قل فابتدى يحصل له ارق من النوم وقلة نوم، فابتدت هرموناته وموده ما يبقوش متظبطين وابتدى ما يحسش بقيمة لحياته. قرر اللي هو كان مقرره، طبعا مش قادرة اقول كان مقرر ايه كتير علشان سياسة اليوتيوب والفيسبوك ما تشيليش الفيديو. فلما قرر كده راح للثيرابيست، ولكن لما اتمشى وعمل مجهود بدني قدر ينام نوم عميق، ده خلاه يصحى هرموناته متظبطة، مزاجه رايق، اكتشف قيمة وأهمية حياته لما شارك ناس تانيين، وقرر ان هو ما ينهيش حياته. خليك انت كمان مركز، ممكن يكون القلق اللي انت فيه نتيجة سلوك معين عندك في الحياة. السلوك ده وارد تكون مجهودك البدني قل لأي سبب من الأسباب، أو حضرتك بتتفرج على أخبار سيئة كل يوم قبل ما تنام، أو بتسمع أخبار حروب، أو أيا كان إيه شكل السلوك السيء اللي بتعمله اللي بيؤدي بيك لأرق وقلة نوم فبيخليك ما بتنامش. قلة النوم يا صديقي بتخلينا نوصل لمرحلة من عدم الاتزان النفسي والجسدي. كمل معايا علشان نحكي قصة تانية جديدة بكرة من الكتاب، وفي الآخر هنقول على شوية تبس ديل كارنيجي قالها لنا. ما تنسوش تعملوا فولو وتفعلوا الجرس. باي باي.